شوفوا لي هذا الشاب شنو الجريمة اللي قاعد يوثقها بهذا الفيديو. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a f***ing joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. هذول الشباب قتلوا صديقتهم بالمدرسة حتى يقلدون قتلة فيلم سكريم بالواقع. القصة تبدي بولد اسمه براين عمره 16 سنة ويعيش بولاية ايداهو. براين يحب افلام الرعب بشكل كبير وخصوصا سلسلة افلام سكريم. حبه لهالافلام ما كان طبيعي، كان هوس، كان يتمنى يصير مثل القتلة اللي يشوفهم بالافلام، وكان يفكر ان قتل شخص حقيقي راح يكون شيء مثير ومليان حماس. وبسبب هذا التفكير تعاون وياه صديقه المقرب توري هم عمره 16 سنة ويحب افلام الرعب بنفس الطريقة. بسنة 2006 يوم الاثنين صاروا يقعدون ويحجون عن فكرة قتل الناس، مو كشي غلط، لا، لدرجة وصل تفكيرهم ان القتل اصلا مو لازم يكون جريمة. من هنا سووا قائمة قتل كتبوا بها اسماء اشخاص يردون يقتلوهم. بالقائمة كانوا طلاب وياهم بالمدرسة وحتى بعض من عندهم اصدقائهم المقربين. بعدها بلشوا يخططون الاول جريمة، منو راح يكون الضحية، وين راح تصير، شلون ينفذوها، وشلون يطلعون بدون ما ينمسكون. وبسبب حبهم للأفلام والتصوير وبسبب غبائهم قرروا يصورون كل شيء بالكاميرا. بأحد التسجيلات براين يقول I've always wanted to make a mark on the world and stuff. And this is a good way to do it. تسجيل ثاني يقول راح نقتلها هي وأصدقائها ونكمل بعدها. وبتسجيل آخر براين يقول سمعت أخبار عن كريستين راح تكون وحدها بالبيت من الساعة 9 للسبعة. So we're gonna f***ing kill her and her friends and we're gonna keep moving on. I heard some news about Kirsten. She's gonna be home alone from 6 to 7. بس لما يروحون للمكان ويشوفون ان الضحية مو وحدها فيضطرون يلغون الخطة وبعدها يختارون اسم ثاني. بس نفس الشيء يصير، هذا الشخص هم وحده. بالحقيقة حاولوا اكثر من مرة وكل مرة يفشلون لان الضحية ما تكون وحدها، فما قدروا ينفذون شيء. الى ان بعد فترة سمعوا عن بنت اسمها كاسي جو عمرها 16 سنة وهي صديقتهم. سمع براين وتوري بعطلة نهاية الاسبوع الجاي كاسي جو راح تبقى ببيت عمها وعمتها حتى تعتني بحيواناتهم، وبهالحالة راح تكون وحدها. هنا براين وتوري حسوا ان هاي الفرصة المثالية حتى ينفذون جريمتهم ويسووها مثل اول فيلم من سلسلة سكريم. تحمسوا بشكل كبير وسووا اقنعة حتى يلبسوها وقت الجريمة تشبه اقنعة سكريم بس مو نفسها تماما. وبالنهاية اجى اليوم الكبير، يوم الجمعة، اليوم اللي المفروض تصير بيه الجريمة بهالليلة. راحوا للمدرسة بهاليوم شافوا كاسي جو هناك، تقربوا منها وهم يصوروها وقالوا لها هلو كاسي قاعد نصورك، قولي مرحبا لو سمحتي. Hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. وبنفس اليوم عرفوا ان حبيب كاسي جو راح يكون وياها بهالليلة ببيت عمتها وعمها. فبراين وتوري قالوا ماكو مشكلة، هو هم من كتله. وبحسب اللي صار كاسي جو وحبيبها دعوا توري وبراين للبيت حتى يباوعون فيلم سوا لان هم كلهم اصدقاء. وهنا حس براين وتوري ان الخطة قاعد تمشي مضبوط لحد الان. وبوقت متأخر من هالليلة الشباب وصلوا للبيت. كاسي جو كانت سعيدة بوجودهم واخذتهم جولة بكل البيت حتى القبو. وبعدها قعدوا الأربعة يباعون على فيلم كيل بيل الجزء الثاني وكل شيء كان طبيعي. وخلال مشاهدة الفيلم براين وتوري قالوا الكاسي جو وحبيبها إنهم راحوا يطلعون لأن يردون يشوفون فيلم ثاني بسينما قريبة. طلعوا من البيت أو بالأحرى ظهروا إنهم طلعوا، بالحقيقة ساقوا السيارة حوالي 15 دقيقة وبعدين رجعوا وقفوا السيارة بمكان بعيد ومعزول شوية عن البيت. غيروا ملابسهم، لبسوا ملابس غامقة، لبسوا الأقنعة اللي سووها وأخذوا سكاكينهم. بعدها تسللوا للبيت من الباب الخلفي، كانوا فاتحيها سرا أثناء الجولة وهذا الباب يوصل مباشرة للقبو. وهسه هم متخبين بالقبو ويردون يخلون كاسي جو وحبيبها ينزلون للقبو حتى يقتلوهم. فبلشوا يسوون أصوات غريبة وعشوائية على أمل أن كاسي أو أي شخص ينزل يشوف شنو اللي قاعد
يصير، بس ما نفع، ما حد نزل. وبعدها قطعوا الكهرباء عن البيت عن طريق قاطع الكهرباء، ومع هذا ما حد نزل. وبعدها رجعوا شغلوا الكهرباء وقطعوها أكثر من مرة، بس ما حد نزل. بهالوقت فوق بالبيت كاسي جو وحبيبها حسوا إنه أكو شيء غريب قاعد يصير، الكهرباء قاعد تنطفي وتشتغل، وكلب العمة والعم كان ينبح على باب القبو. فكروا ينزلون يشوفون شنو الموضوع، بس كانوا خايفين كلش هواي، فقرروا ما ينزلون. وبعدها صار الوقت متأخر ولازم حبيب كاسي جو يرجع للبيت، وهو ما كان يريد يعوفها وحدها بهالوضع، فاتصل بأمه وسألها إذا يقدر يبات وياها، بس للأسف أمه رفضت. وبالنهاية اجت أمه وأخذت حبيب كاسي ومشت. وبهالشكل بقت كاسي جو وحدها بالبيت. وعلى الأغلب إن براين وتوري عرفوا إن حبيبها طلع، لأنهم بلشوا يطلعون من مخبأهم. فجأة قطعوا الكهرباء مرة أخيرة وصار البيت كله ظلمة. وبعدها بلشوا يصعدون بهدوء لطابق العلوي، وهناك لقوا كاسي جو صديقتهم نايمة على الكنبة. طلعوا سكاكينهم وهجموا عليها وبلشوا يطعنوها مرة بعد مرة، أكثر من 30 طعنة، إلى أن فارقت الحياة. وبعدها كانوا بحالة جنون وفرح، لأنهم أخيرا نفذوا الجريمة وقتلوا صديقتهم تماما مثل ما شافوا بأفلام سكريم. طلعوا من البيت ركض، رجعوا لسيارتهم وكانوا متحمسين بشكل جنوني. فشغلوا الكاميرا وقالوا قتلنا كاسي هسه، طلعنا من بيتها، هاي مو مسحة، طعناها وشفنا جسمها بلا حركة. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a f***ing joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. وبعد ما خلصوا احتفالهم راحوا المنطقة اسمها بلاك روك كانيون، وهاي مكان مخصص للمشي. لقوا مكان معزول وحاولوا يحرقون الأدلة مثل السكاكين والأقنعة وبعض الأشرطة اللي سجلوها، بس ما قدروا يحرقوهن كلهن، فاضطروا يدفنون الباقي. بس السؤال الغريب، ليش يصورون كل هالفيديوهات إذا بالنهاية يريدون يحرقوهن؟ بعد كم يوم رجع عم كاسي جو وعمتها للبيت ولقوا جثتها، فاتصلوا بالشرطة، ومن هنا دخلت الشرطة بالموضوع وبلشت التحقيق. أول شخص استجوبه كان حبيبها، وقال للشرطة إن براين وتوري كانوا موجودين بالبيت بهالليلة. بعدها الشرطة استدعت براين وتوري للتحقيق، كانوا مجهزين قصتهم وكل شيء مرتب. بس لما الشرطة سألتهم انتوا قلتوا رحتوا تشوفون فيلم بالسينما صح؟ قالوا ايه. الشرطة قالت لهم زين احكونا عن الفيلم اللي شفتوه. What is the movie about? I don't exactly know. I remember being really bored. بهاللحظة بين عليهم الارتباك وحسوا ان الشرطة عرفت الحقيقة. وبالنهاية براين اعترف بكل شيء ودل الشرطة عن مكان الأدلة المدفونة، وهنا لقوا أشرطة الفيديو اللي كانوا مسجلينها واللي بيها اعترافاتهم. وبعدها الشرطة قبضت على براين وتوري، وبالنهاية الاثنين انحكموا عليهم بالسجن المؤبد. شنو تعتقدون، الحكم كافي عليهم لو لازم يشددوه؟